تخيل تكون مخلص شغلك ومروح بيتك لمراتك وولادك، وأول ما تدخل البيت كل اللي تشوفه عبارة عن دم، ومراتك مقتولة وولادك التلاتة كمان مقتولين. القصة دي حقيقية وحصلت في كفر الشيخ، والجاني شيطان ماشي على الأرض. كمل معايا وهتعرف كل التفاصيل. أنا أحمد بسيوني ودي قناة من غير تفسير. قصتنا بتبدأ من كفر الشيخ، من عند دكتور بيطري اسمه أحمد كان عنده 42 سنة ومتجوز دكتورة اسمها منى وعندها 38 سنة. فأول جوازهم زي أي اتنين فكروا ازاي يعيشوا حياة كويسة، وبالفعل قرروا انهم يسافروا السعودية عشان يشتغلوا هناك. وصحيح عملوا فلوس في السعودية، بس جنب الفلوس دي عملوا كمان غيرة وغل وكره وكل الصفات الوحشة اللي أنا ممكن أقولها لك وأعدها لك من هنا لبكرة الصبح كانت موجودة. والسبب إن أحمد ومنى في السعودية الاتنين كانوا شغالين، ومنى كانت بتاخد مرتب أكبر من مرتب أحمد. ومن هنا بدأ يحس أحمد بالغيرة، إزاي مراته تاخد مرتب أعلى منه. ومرت الأيام والمشاكل بتكبر ما بين أحمد وما بين منى، وقرروا إنهم يرجعوا مصر ويعيشوا فيها ويعيشوا وسط أهلهم. لكن مشاكلهم ما خلصتش، وكانت حياتهم مليانة خناقات ومليانة شد وجذب. والناس اللي حوالين أحمد ومنى حاسين، وأهل أحمد وأهل منى عارفين بالمشاكل اللي بتحصل ما بينهم. واللي جاي واللي أنا هقوله لك دلوقتي هيخليك تتصدم. كمل الفيديو معايا عشان تعرف القصة كاملة. في يوم عادي وصل بلاغ لاسم شرطة اسم أول في كفر الشيخ من الدكتور أحمد، وكان البلاغ بيقول إن هو راجع من الشغل وأول ما دخل بيته اكتشف إن مراته وولاده التلاتة مقتولين. وفوراً الشرطة اتحركت ورجال البحث الجنائي اتحركوا وعربيات إسعاف. وأول ما الشرطة دخلت البيت كان موجود في الصالة جثتين، جثة منى وجثة بنت اسمها ليلى. وليلى دي البنت الصغرى ليهم وعندها 4 سنين. ولما راحوا الأوضة لقوا هناك جثتين، جثة عبد الله وده كان الابن الكبير وعنده 8 سنين، وجثة عمر، وعمر كان الابن الوسطاني وعنده 6 سنين. لكن أول حاجة صارت في دول الشرطة إن البيبان والشبابيك في الشقة زي ما هما، مفيش أي علامات اقتحام. والحاجة الوحيدة اللي كانت غريبة في شقتهم إن الذهب بتاع منى ما كانش موجود. فالقصة بانت في البداية إنها سرقة، لكن هنا الشرطة وبدماغ التحقيقات قالوا في حاجة غلط. إزاي حرامي داخل يسرق البيبان سليمة والشبابيك كمان سليمة؟ وهنا وصلوا لأول استنتاج إن القاتل واللي عمل كده يا إما اللي موجودين في البيت فتحوا له، يا إما هو أصلا كان موجود في البيت. وتاني حاجة أثارت فضولهم، طب هو لو حرامي دخل اشمعنى الذهب بس اللي مختفي؟ الموبايلات زي ما هي، وكان في لابتوب زي ما هو، والفلوس اللي موجودة في شنطة منى زي ما هي. طب ازاي حرامي ودخل يسرق الذهب بس وما خدش باقي الحاجات دي؟ وتالت حاجة الشرطة استنتجتها، وطبعا بحس الجريمة، قالوا ان دلوقتي لو دخل حرامي، الحرامي ده اصلا بيبعد عن اهل البيت، بيبقى مراقب امتى البيت هيبقى فاضي، وبيتلاشى انه يحتك باهل البيت. وعلى الاقل لو هم اكتشفوا الحرامي بياخد عقوبة خفيفة، لكن قتل معناها اعدام، وطبعا الحرامي ما بيعملش الكلام ده. ومن هنا الشرطة بدأت تشك في أحمد وعملوا تحريات على أحمد، واللي اكتشفوه إن أصلا في مشاكل زوجية ما بين أحمد ومنى، وإن منى كانت بتشتكي لأهلها وبتقول لهم بيعاملني معاملة مش كويسة، وإنها خايفة منه وما بقتش قادرة إنها تعيش معاه. وبالفعل تم استجواب أحمد، وأحمد أنكر كل حاجة. ولو تفتكر أنا قلت لك إن أحمد كان راجع من شغله، بس أحمد ما كانش فاكر إن اللي قاله ده هو اللي هيوصله لحبل المشنقة، لأن أحمد ما راحش شغله، وأحمد كان موظف في الحكومة وفي دفتر حضور. أحمد ما راحش الشغل، ولو فاكر إن أنا هقولك إنه ما مضاش حضور، لأ، ده خلى زميلته إنها تمضيله في الدفتر إن أحمد حضر. واللي كشف الجريمة دي كلها زميلته، لأن بعد ما الجريمة حصلت خافت إنها تكون سبب في الجريمة البشعة اللي أحمد عملها، فاعترفت عليه وقالت إنها اللي مضت باسمه في الدفتر.
وإن أحمد ما راحش أصلا اليوم ده خالص. الشرطة استجوبت أحمد تاني وضيقت الخناق عليه لحد ما أحمد انهار واعترف بكل تفاصيل الجريمة اللي عملها، وقال إنه خنق منى بحبل الستارة، وما اكتفاش بكده، لا طعنها أكتر من طعنة عشان يتأكد إن هي ماتت. وكانت ليلى موجودة في الصالة وشافت الجريمة، فأحمد خد ليلى في حضنه وذبحها، وبعدها دخل الأوضة بتاعة الأطفال وذبح عبد الله وعمر، واخد الذهب عشان يضل التحقيقات وعشان الموضوع يفضل الناس فاكرينه انه كان سرقة مش قتل عمد. واما الشرطة سألته فين ادوات الجريمة وفين الذهب، قال انه مخبيهم في منطقة اسمها الجزيرة الوسطى في الطريق اللي ما بين كفر الشيخ للمحلة. فالشرطة اخدت احمد وبالفعل راحوا للطريق ده ولقوا السكينة وكان عليها دم، ولقوا كمان الحبل اللي خنق بيه مراته، ولقوا الذهب بتاعها. ولما الشرطة سألته انت عملت جريمتك دي ليه؟ قال لهم عشان انا كنت بغير منها وكانت عامله لي مشاكل ما بيني وبين اهلي. والسؤال ازاي دكتور متعلم ومثقف يعمل جريمه زي دي؟ طب الخلافات الزوجيه موجوده في كل البيوت، يا اما بتنتهي بانفصال او طلاق او انهم يتناقشوا ويعالجوا الامور ما بينهم، لكن مفيش مبرر للقتل. طب ممكن نقول انه كان مريض نفسي؟ ما هو برضو المرض النفسي مش مبرر، لكن خلينا مع بعض واحدة واحدة. أحمد خطط للجريمة كاملة وأخفى الأدلة عن الشرطة وهو اللي بلغ بنفسه، فمعنى كده إن ده راجل عاقل وعارف هو بيعمل إيه كويس. أحمد خطط كويس جدا للجريمة اللي عملها، والحقيقة إن مفيش منطق لجريمة زي دي. أحمد اختار الشر وخطط له ونفذه، وطبعا تم توثيق الاعتراف كامل والأدلة اتجمعت وراحت للنيابة العامة. وطبعا أحمد هنا بيواجه تهم القتل مع سبق الإصرار والترصد، والجريمة دي عقوبتها في القانون المصري الإعدام شنطة، وفي بعض الحالات النادرة اللي أحمد مش منهم بتتخفف وتكون سجن مؤبد. وراح ضحية الجريمة دي منى اللي عندها 38 سنة، وليلى اللي عندها 4 سنين، وعبد الله اللي عنده 8 سنين، وعمر اللي عنده 6 سنين، يعني كلهم في عز شبابهم. مذبحة كفر الشيخ هتفضل واحدة من أسوأ الجرائم اللي حصلت في مصر، واللي راح ضحيتها 4 أرواح بريئة، وأب اتحول لقاتل، وعيلة كاملة اتدمرت، وبيت اتحول لمسرح جريمة. ربنا يرحم منى ويرحم ليلى ويرحم عبد الله ويرحم عمر ويسكنهم فسيح جناته. ربنا يرد الحق لاصحابه والعدالة تاخد مجراها. ربنا يحمي كل البيوت ويحفظ كل الأطفال ويرحم كل الضحايا. طبعا دعمكم مهم جدا ليا عشان أكمل المحتوى، فاعمل اشتراك للقناة ولايك وكومنت. أشوفكم في فيديوهات جاية جديدة. سلام.